أو كل القرى المؤدية لهذا المصنع في المرحلة الأخيرة. ومع غروب الشمس استطعنا بحمد الله سبحانه وتعالى عنوة واقتدارا أن ندخل إلى مصنع سكر سنار ونحرره من أيدي هؤلاء العملاء. رغم أنه الميليشيا عدت من الكمائن ما عدت وحشدت من القوات ما حشدت، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل هؤلاء الرجال الأشاوس استطعنا تحرير هذا المكان الطيب الطاهر المبارك. وبنقول باختصار شديد بتحرير مصنع سكر سنار بتبقى في 102 من القرى أصبحت آمنة بحمد الله سبحانه وتعالى، وكذلك كل ولاية سنار أصبحت آمنة، وأصبح الطريق ممهد إلى مدينة والمدني وعبر الزلط بكل هذه القوات التي كانت ترابط في سنار وحول سنار وكبدت الخوارج خسائر كبيرة. نهني القائد العام للقوات المسلحة وكل مواطنينا وقواتنا المسلحة وكل الشعب السوداني بهذا الانتصار، كما نهنئه بهذه الانتصارات التي تمت اليوم في محور سيناء في محور الفاو بحمد الله سبحانه وتعالى، وتقدم ملحوظ وكبير كذلك في المحور الغربي في المناجل. والأيام إن شاء الله أيام انتصارات، والأيام أيام فتوحات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل الشهداء وأن يشفي الجرحى وأن يديم الانتصارات وأن يعجل لنا بتحرير كل شبر من هذا الوطن دنسته هذه الميليشيا. الله أكبر والعزة للسودان، الله أكبر والعزة للقوات المسلحة، والله أكبر والعزة لكل صادق ولكل حر ولكل أمين، والخزي والعار لهذه الميليشيا ولكل من عاونها. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.